السلام عليكم ورحمة الله. من أكتر الصيانات اللي بتعملها باستمرار من أول يوم بتشتري فيه سيارتك سواء جديدة أو مستعملة هو تغيير الزيت وفلتر الزيت، ودي من الصيانات اللي لها تأثير مباشر في استهلاك البنزين وفي أداء المحرك وفي عمره الافتراضي. إيه هو النوع اللي المفروض تستخدمه؟ وهل لو بتستخدم أفضل أنواع الزيوت هل في أسباب تانية بتأثر على أداء الزيت في المحرك؟ وهل كل مرة بتغير فيها الزيت لازم تغير معاه الفلتر؟ ولا هل من الممكن ان كل مرتين بتغير فيهم الزيت تقوم مغير معاهم فلتر واحد؟ وهل ينفع تنظف الفلتر القديم ويشتغل معاك مظبوط؟ ولو استخدمت منظفات المحرك هل هيفرق معاك في اداء المحرك؟ فبدون مقدمات كتير واختصارا للوقت هنعرف كل ده مع بعض بشرح سهل ومبسط جدا، فتابع معنا الفيديو للاخر باذن الله تستفيد بكل كلمة هنقولها. بالنسبة لفلتر الزيت اللي عندك سواء كان حشو داخلي بالشكل ده أو بالشكل ده فالاتنين واحد وبيأدوا نفس الوظيفة. وباختصار كده الزيت عندك بيكون متجمع في أسفل المحرك في خزان الزيت، فمع بداية تشغيل المحرك مضخة الزيت بتمرر الزيت على الفلتر عشان تنقيه من الشوائب والرواسب، ويخرج الزيت من الفلتر نضيف تماما ويخرج بكل سهولة ويوصل لأجزاء المحرك ويتوزع عليها بشكل سليم، وبالتالي يقلل احتكاك مكوناته ويسهل حركته. ومن هنا هتاخد أداء مثالي للمحرك من استهلاك بنزين وعمر افتراضي أطول لمكونات المحرك. هو ده باختصار اللي بيحصل. طيب، في ناس مع كل تغيير زيت بتغير فلتر جديد، وفي ناس بتغير فلتر واحد كل تغييرتين للزيت، وفي اللي بيغيره من غير ميعاد أو كل ما يفتكر، أو يسيبه لحد ما يتسد والمحرك عزمه يضعف وصوته يعلى ولمبة الزيت تنور. ومن هنا ممكن حد يستغله بداية من ترمبة الزيت أو مضخة الزيت يقنعك إن المشكلة فيها، وممكن يوصل معاك لصيانات كتيرة ومكلفة للمحرك، والمشكلة في الأصل عندك سببها بسيط وغير مكلف بس أنت أهملته وعرضت نفسك للاستغلال. قبل ما نعرف إمتى تغير فلتر الزيت في الميعاد المظبوط هوريك الأول تجربة سريعا وهنكمل الشرح. إحنا هنعتبر إنك بتغير زيت جديد وكأن القمع ده محطوط في المحرك وبتحط زيت جديد، وهنعمل كده. شايف المنظر ده؟ هنسيب بقى الزيت ينزل كأنه نزل في المحرك. شايف منظر الزيت؟ المنظر ده انت مش بتشوفه داخل المحرك، بس هو ده بالظبط اللي بيحصل لما بتحط زيت جديد وتسيب الفلتر القديم. الفلتر القديم بيتبقى داخله من 250 ل 350 جرام زيت قديم داخل الفلتر، وعشان كده تلاقي حد يقولك انا لسه مغير زيت ومع ذلك لونه بقى غامق في وقت بسيط. وحتى لو بتغير الزيت عن طريق الشفط فده برضو مش هيسحب معاك الزيت اللي جوه الفلتر، وعشان تفك الفلتر وتنضفه فهو غير قابل للتنظيف لان الحشو بتاع الفلتر الداخلي عبارة عن كرتون. بس المشكلة هنا كمان مش بتبقى في الرواسب اللي موجودة على الفلتر وبس، المشكلة ان الزيت بيدور داخل المحرك لفترات طويلة، فمع الاستخدام المتكرر وظروف التشغيل والأحمال وحرارة الزيت كل ده مع الوقت بيخلي الورق الداخلي بتاع الفلتر بينشف ويتكتم، فنسبة الزيت اللي بتخرج منه عشان تطلع للمحرك بتكون قليلة، فده بيزود الاحتكاك بين أجزائه وبالتالي يقلل معاك العمر الافتراضي ويفرق معاك في أداء المحرك واستهلاك البنزين. وحتى لو تلاحظ لما بتيجي تغير زيت وفلتر بتلاقي أداء المحرك اتحول واختلف معاك تماما، بتلاقي صوت المحرك أهدى والسحب أفضل واستهلاك بنزين منخفض. فدايما اهتم بتغيير الزيت والفلتر مع بعض لأنهم في منظومة واحدة، سواء بتغير زيت كل 5000 كيلو أو 7000 أو 10000 كيلو متر، وسعره بسيط جدا وهيفرق معاك. وبالنسبة لاستخدام المنظفات قبل ما تستخدم أي حاجة اهتم بالمشكلة الأساسية اللي عندك الأول وحلها. لو انت من الناس اللي مش بتغير الفلتر مع الزيت أو بتستخدم أنواع فلتر جودتها سيئة. أما بالنسبة للزوجة الزيت والأرقام اللي مكتوبة على عبوة الزيت والفرق بين أنواعه وإيه اللي المفروض تستخدمه وإزاي تختار بنفسك اللزوجة المناسبة حتى لو مش معاك كتالوج السيارة، فده اتكلمنا عنه بالتفصيل وبشرح مبسط جدا في فيديو سابق عملناه قبل كده، هيظهر على الشاشة حالا وهسيبهولك في أول تعليق اتفرج عليه، هيخليك تختار بنفسك نوع الزيت المناسب لسيارتك. فاختصارا للوقت ركزت في الفيديو النهاردة أكتر على فلتر الزيت
لأهميته والإهمال بعض الناس ليه. ولو في أي سؤال اكتبه لي في تعليق وبإذن الله أرد عليك. لو أنت مبتدئ في عالم السيارات هيظهر على الشاشة حالا وحاسب لك في أول تعليق قائمة فيديوهات مهمة جدا للمبتدئين مشروحة بشكل مبسط. اتفرج عليها بإذن الله تكون بفايدة، واعمل مشاركة للفيديو عشان غيرك يستفيد. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.